برشلونة لا يدخل الميركاتو هذا الصيف بحثا عن صفقة واحدة فقط، بل يدخل سوق الانتقالات وكأنه يعيد رسم ملامح فريق كامل. مهاجم جديد بعد رحيل ليفاندوفسكي، مدافع بقدم يسرى، قرار مصيري في ملف راشفورد، مستقبل غامض لأراخو، وزحمة كبيرة في مركز حراسة المرمى. السؤال الكبير الآن ليس من سيوقع مع برشلونة، بل السؤال الحقيقي: هل يستطيع برشلونة تحقيق أحلامه في الميركاتو دون أن يصطدم من جديد بجدار المال؟ في هذا التقرير سنكشف أبرز أهداف برشلونة هذا الصيف، الأسماء المرشحة للقدوم، واللاعبين الأقرب لمغادرة أسوار الكامب نو. البداية من العنوان الأكبر، مرحلة ما بعد روبرت ليفاندوفسكي. رحيل ليفاندوفسكي يفتح أهم ملف داخل برشلونة. النادي يفقد مهاجما خبيرا، لاعبا يعرف طريق الشباك، وقائدا داخل منطقة الجزاء. لكن في المقابل خروجه يحرر مساحة مهمة في الرواتب، وهذا يمنح الإدارة فرصة للتحرك نحو مهاجم جديد. وهنا يظهر الاسم الأول، جواو بيدرو. المهاجم البرازيلي أصبح من أكثر الأسماء الواقعية على طاولة برشلونة، ليس لأنه أرخص صفقة، بل لأنه يجمع بين عدة صفات يبحث عنها هانزي فليك وديكو. يتحرك بين الخطوط، يضغط على المدافعين، يربط اللعب، ولا ينتظر الكرة داخل الصندوق فقط. برشلونة لا يريد مهاجما ثابتا يشبه النسخة التقليدية من الرقم 9، بل يريد لاعبا مرنا قادرا على التسجيل وعلى خلق المساحات لرفاقه. ولهذا السبب جواو بيدرو يبدو خيارا منطقيا جدا، لكن المشكلة أن تشيلسي لا يبيع بسهولة، والسعر قد يكون مرتفعا. أما الحلم الأكبر فهو جوليان ألفاريز. في برشلونة هناك قناعة بأن ألفاريز هو المهاجم الأقرب إلى المثالية، لاعب يضغط، يتحرك بذكاء، يسجل، يصنع، ويلعب بروح تنافسية عالية. هو ليس مجرد مهاجم صندوق، بل مهاجم مشروع كامل. لكن هنا تبدأ العقدة الكبرى. أتلتيكو مدريد لا يريد التفريط فيه بسهولة، وبرشلونة لا يريد الدخول في حرب مالية مفتوحة. الصفقة قد تحتاج إلى رقم ضخم، وربما إلى إرادة واضحة من اللاعب نفسه. لذلك يمكن القول إن جوليان ألفاريز هو حلم برشلونة الأول، لكن جواو بيدرو قد يكون الطريق الواقعي. ومن الهجوم إلى الدفاع، حيث يظهر اسم أليساندرو باستوني. برشلونة يبحث عن قلب دفاع أيسر القدم، قادر على بناء اللعب من الخلف والخروج بالكرة تحت الضغط. وباستوني يملك هذه المواصفات تقريبا بشكل مثالي، لاعب قوي، هادئ، يعرف كيف يمرر وكيف يكسر خطوط الضغط بتمريرة واحدة. لكن الصفقة ليست سهلة. إنتر يطلب رقما كبيرا، وبرشلونة لا يستطيع دفع كل ميزانيته الدفاعية في لاعب واحد، خصوصا إذا كان يريد التعاقد أيضا مع مهاجم كبير. لذلك بدأت تظهر خطة بديلة. إيفان نديكا ليس بنفس بريق باستوني، لكنه خيار ذكي، مدافع أيسر القدم، قوي بدنيا، أقل تكلفة، ويمكن أن يمنح فليك حلا مهما دون استنزاف الميزانية. وهنا تظهر فلسفة برشلونة في السوق، الحلم شيء والواقع المالي شيء آخر. الاسم الرابع في ملف الدخول هو ماركوس راشفورد. راشفورد حالة خاصة، اللاعب موجود في حسابات برشلونة، لكن مشكلته ليست فنية فقط، بل مالية بالدرجة الأولى. من ناحية الجودة هو يمنح الفريق سرعة، عمقا، وانفجارا على الطرف الأيسر، يستطيع أن يلعب جناحا أو مهاجما، ويمنح برشلونة سلاحا مهما في التحولات. لكن السؤال: هل يستطيع برشلونة تحمل كلفته؟ إذا خفض مانشستر يونايتد مطالبه أو وافق اللاعب على شروط مناسبة، قد يتحول الملف إلى فرصة حقيقية. أما إذا بقيت الأرقام مرتفعة، فقد يعود راشفورد إلى إنجلترا رغم رغبة برشلونة في الاستمرار معه. وهناك أيضا جواو كانسيلو يعرف برشلونة ويعرف طريقة اللعب، ويمنح الفريق ميزة تكتيكية مهمة. ظهير قادر على الدخول إلى الوسط وصناعة التفوق العددي أثناء بناء الهجمة. لكن المشكلة أن الهلال لا يبدو مستعدا لتسيير العملية دون مقابل مناسب، وبرشلونة لا يريد دفع رقم كبير في لاعب تجاوز 30. بمعنى أوضح، كانسيلو مطلوب، لكن فقط بشروط مالية مريحة. أما في مركز الحراسة فالصورة معقدة أكثر مما تبدو. برشلونة يملك أكثر من اسم في هذا المركز، وهناك حديث عن أليكس ريميرو كخيار محتمل إذا قرر النادي فتح ملف الحارس بشكل جدي. ريميرو حارس ناضج، يعرف الليغا، وهادئ في اللعب من الخلف، لكنه ليس أولوية مطلقة الآن، لأن القرار مرتبط أولا بما سيحدث مع تير شتيغن، تشيزني، وإناكي بينيا. وهنا نصل إلى ملف الخارجين. أول اسم مؤكد تقريبا هو روبرت ليفاندوفسكي. رحيله لا يعني فقط نهاية مرحلة هجومية، بل يعني أيضا بداية عملية إعادة هيكلة مالية.
برشلونة يحتاج إلى تقليل كتلة الرواتب، وخروج ليفاندوفسكي يمنح الإدارة مساحة للتحرك، ولذلك قد يكون رحيله حزينا جماهيريا، لكنه مهم جدا من زاوية التخطيط. ثاني الأسماء هو إيناكي بينيا، مستقبله يبدو بعيدا عن برشلونة. زحمة الحراس، صعود أسماء جديدة، وعدم وجود ضمانات لدور واضح، كلها عوامل تدفع نحو خروجه. النادي قد يستفيد من بيعه أو من خروجه لتخفيف الزحام في مركز أصبح معقدا جدا. ثالث الأسماء أنسو فاتي. قصة أنسو فاتي مؤلمة لجماهير برشلونة. لاعب كان ينظر إليه كوريث كبير، ثم دخل في دوامة إصابات، إعارات وتراجع ثقة. تجربته مع موناكو أعادت له بعض الهدوء، لكن المشكلة الكبرى ما زالت مالية. راتبه مرتفع، وبرشلونة لا يستطيع إعادته فقط ليكون لاعبا هامشيا. إذا وجد موناكو أو ناد آخر صيغة مناسبة، فقد يكون خروج أنسو فاتي هو الحل الأفضل لكل الأطراف. رابع الأسماء رونالد أراوخو. هنا نتحدث عن اسم ثقيل. أراوخو ليس لاعبا عاديا، وليس خارج المشروع بشكل مباشر، لكنه يدخل الصيف وسط شكوك حقيقية. تراجع الدقائق، المنافسة في قلب الدفاع، وحديث السوق يجعل ملفه مفتوحا. إذا حصل برشلونة على عرض كبير، وإذا شعر اللاعب أن دوره لم يعد مضمونا، فقد يتحول أراوخو إلى واحد من أكثر ملفات الصيف حساسية. بيعه سيكون مؤلما رياضيا، لكنه قد يمنح النادي قوة مالية كبيرة. خامس الأسماء أندرياس كريستنسن. عقده ووضعه يجعلان الملف حساسا. هناك رغبة في الاستمرار، لكن الشروط المالية والراتب والتجديد ليست تفاصيل بسيطة. برشلونة لا يريد خسارة لاعب مجانا أو البقاء في منطقة رمادية، لذلك إما تجديد واضح بشروط مناسبة أو فتح الباب أمام الرحيل. وهناك أيضا مارك كاسادو، اسم قد يفاجئ البعض، لكنه موجود في السوق بسبب الاهتمام الخارجي، خاصة من السعودية، وتراجع دقائق لعبه مقارنة بالتوقعات. كاسادو لاعب موهوب ومن أبناء النادي، لكن إذا احتاج برشلونة إلى بيع يحقق هامشا ماليا دون ضرب العمود الفقري للفريق، فقد يصبح اسمه حاضرا في النقاش. أما تير شتيغن فملفه مختلف. عودته لا تعني بالضرورة أن كل شيء محسوم. برشلونة يحتاج إلى قرار واضح في الحراسة، لأن استمرار أكثر من اسم دون ترتيب واضح قد يخلق مشكلة رياضية ومالية. تير شتيغن ليس مرشحا مؤكدا للخروج، لكنه واحد من مفاتيح القرار في هذا المركز. والآن ما الخطة الواقعية؟ إذا أراد برشلونة موازنة الحلم مع المال، فالسيناريو الأقرب هو التعاقد مع مهاجم مرن مثل جواو بيدرو، إضافة مدافع أيسر القدم مثل نيديكا، ثم حسم ملف راشفورد أو كانسيلو حسب الشروط المالية. وفي المقابل، خروج ليفاندوفسكي يبدو بداية طبيعية لعملية إعادة البناء، مع محاولة بيع أو تسوية ملفات إيناكي بينيا، أنسو فاتي، وربما أحد الأسماء الدفاعية إذا وصل عرض كبير. أما السيناريو الحالم فهو مختلف تماما. جوليان ألفاريز في الهجوم وبيستوني في الدفاع. هذا سيكون ميركاتو ضخما، لكنه يحتاج إلى مال، مبيعات، وعودة كاملة لقوة برشلونة تحت قاعدة 1-1 في الليغا. الخلاصة أن ميركاتو برشلونة لن يكون سوقا عاديا. النادي لا يبحث فقط عن أسماء، بل عن توازن جديد، فريق ينافس، ورواتب تحت السيطرة، وصفقات تخدم مشروع هانزي فليك. جواو بيدرو قد يكون الصفقة الواقعية، جوليان ألفاريز هو الحلم الكبير، بيستوني هو المدافع المثالي، ونيديكا هو البديل الذكي. أما الراحلون فقد يكونون مفتاح كل شيء، لأن برشلونة ببساطة لا يستطيع أن يشتري قبل أن يفتح مساحة. والسؤال الآن لجماهير برشلونة: لو كنت مكان ديكو، من تختار لقيادة هجوم برشلونة بعد ليفاندوفسكي، جوليان ألفاريز أم جواو بيدرو؟ اكتب رأيك في التعليقات، ولا تنسى الاشتراك في القناة، لأن ميركاتو برشلونة هذا الصيف قد يكون مليئا بالمفاجآت.